السلام عليكم، ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ ناس كتير دخلوا سألوني هي ليه بتفك مننا. تعالوا كده نشوف هي بتفك ليه، وان شاء الله مش هتفك معانا ولا اي حاجة خالص. يلا بقى كده، ايه معانا؟ حبايتين بطاطس وسط، قطعين مكعبات كده عشوائي، يعني مش لازم حاجة معينة. وخلي بالكم من المقادير عشان دي كمان بتبقى سبب ان هي تفك منك. هي ايه؟ هنعرف دلوقتي. قطعي حبات البطاطس، لو ما عندي يعني ايه، حباية بطاطس كبير وسط يا اتنين صغيرين، بس كده. انا قطعته اهو. عندي بقى حلة هحطهم فيها، وهزود هزود عليهم مية. المية دي تبقى مغطية البطاطس يا بنات، وهحط لها ذرة ملح. وعلى البوتاجاز تتسلق كويس. بعد ما تتسلق بقى عندي كمان حبايتين من البصل وسط. انا بقى هعمل ايه في البصل ده؟ انا هبشره. هبشرهم ايه؟ هبشره على ناحية ناعمة، مش الناعمة القوي دي، لا اللي هي الوسط دي، عشان انا مش عايزة البصل يعني ينزل مية قوي يعني. ابشريه. بصي انا عايزاه يبقى ناعم كده. وسيبي الزر بتاع البصل دوت، عشان وانتي بتبشري ايدك ما تعورش. يلا. طبعا الفيديو ده ايه البنات اللي هي لسه في المطبخ جديد. بس انا كده خلصت البصل، هزود بقى ملح على حسب الكمية اللي انا هعملها. وخدي بالك عشان ما تحدقيش الحاجه منك. هحط كمان فلفل اسود، سنه كمون، سنه بهارات لحمه، وهحط كمان توم باودر. البطاطس عندي كده اتسلقت، اصفيها من الميه كويس قوي وههرسها. ولازم تصفيها كويس قوي من الميه، ميبقاش فيها ولا نقطه. اهرسيها كده بشوكه او باي حاجه عندك كويس. بس خلاص انا كده خلصتها اهو. هنضيف عليها بقى البصل اللي انا بشرته، وهقلبهم مع بعض برضو كويس جدا. لسه كمان بقى المكون الرئيسي عندي هنا، عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة بس. وهبتدي بقى ايه، امزج المكونات دي كويس قوي مع بعضها كده. مش عايزة اي حاجة تبان من التانية، ميبقاش فيه حاجة باينة، لا البصل ولا البطاطس ولا اللحمة يبقوا باينين من بعض كده. بايدي بقى، او ممكن كمان تحطيها في الكبة، بس لو حطيتيها في الكبة سيبيها ترتاح شوية في التلاجة. ماشي. انا عملتها اهو، وهشكل على طول. بس من الافضل ان انتي تسيبيها شوية ترتاح في التلاجة. امشي على المكونات دي وان شاء الله مش هتفك منك ولا اي حاجة خالص. يلا هبتدي بقى اللي انا اشكلها. مش هحط لا زيت ولا مية ولا اي حاجة خالص في ايدي، هي مش هتلزق اصلا. بس هبتدي اشكل واعمل الكور كده. المقادير مهمة يا بنات زي ما قلتلك، علشان ما تفكش وانتي بتسويها. انا بعمل كفتة. بس كده خلاص. بصي بقى يعني بقت كمية كبيرة من نص كيلو بس. عملنا كمية كبيرة وهتكفي العيلة كلها ان شاء الله. بص بقت كمية حلوة جدا ما شاء الله يعني. يلا بقى ايه، نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه تاني. انا عندي كده ايه، طاسة سخنة. هضيف فيها شوية زيت سخنة، ولازم الزيت يبقى كده سخن كويس، عشان لما انزل فيها الكفتة بتاعتي او الكوبيبة بتاعتي دي ما تفكش مني.
بس اتاكد ان هي سخنه بس شويه. وهضيف ايه، مش هضيف الكفته بتاعتي كلها مره واحده، او الكوبيبه بتاعتي مره واحده. انا ايه، على قد الطاسه بس كده، مش هجلقها كلها فوق بعضها تبقى عجينه بقى وارجع اقول ايه هي فكت ليه. لا، بعيد عن بعضيها كده، وهسيبها ان هي تتحمر. مش هضيفها كلها، خدوا بالكوا، على قد الطاسه بتاعتي او الصينيه بس كده كفايه، على قدها. واسيب مسافه كده شويه جنب بعضيها بس كده. انا بقى يا جماعه مش هقلب بمعلقه، اوعي تقلبي بمعلقه هتفك منك. بصي اعملي كده بس، هي تتقلب بالطريقه دي عشان برضو ما تفكش منك. بس إن حكايه المعلقه دي بقى هتخليها تتهري وتقطع منك. بس انا هحمر دول وهعمل الباقيين كمان مكانهم. تمام كده، انا ما ضفتش الكميه كلها. انا هحمر دول وهعمل التانيين مكانهم. بس انا كده عملت كله. هعمل ايه بقى تاني، هشيل الكفته دي في طبق على جنب. بس هشيلها كلها. طبعا هي كده لسه مستويتش، احنا حمرنا بس اللحمه بتبقى محتاجه ان هي تستوي شويه. وخدي بالك كمان ان فيها بطاطس، البطاطس دي ممكن تخليها تحرق منك، فخدي بالك تبقي قدامها ما تسيبهاش وتمشي، لان البطاطس هتخليها تحرق. عندي بقى كوبايتين ميه كده في نفس الطاسه، مش هروح في اي حته، هنجي كوبايتين ميه كده وهسيبهم ان هما يغلوا. انا بقى مش هحط ملح هنا ولا اي حاجه خالص، لان انا ظابطه الملح بتاعي من الاول في الكوبيبه. بس هي بعد ما غلت كويس هضيف بقى كميه الكوبيبه بتاعتي كلها اللي عندي، وهسيبها دقيقتين بس كده على البوتاجاز تستوي على نار عاليه. مش هغطي، انا مش هغطيها. بصوا اهي ابتدت ان هي ايه تستوي خلاص. بس كده هي كده استوت معايا. وادي ده كان شكلها بعد ما خلصت، مفيش حاجه فكت. انا هقرب لكم كمان الكاميرا دلوقتي، وحلوه وطعمه وهتكفي وكميه حلوه وكبيره. يا رب تكون وصفتي النهارده عجبتك. اشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.